السلام عليكم. بجوج مكونات فقط حضرت هذا الخبز اللي بدون جلوتين، غني بالالياف والبروتينات وحتى الاوميغا 3، وصالح لاغلبيه الانواع ديال الرجيم. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيبان مثقب وهشيش ومفشفش من الداخل. الصراحه انا بهرني. خديت واحد الكميه ديال بذور الشيا وطحنتهم مزيان مزيان حتى حصلت على بودره على هذا الشكل. من بعد غناخذ بيض البيض، غنزيد ليه واحد شويه د الملحه ونطربو مزيان مزيان حتى نحصل على هذا الشكل مغانك طالع. وغادي نبقى نزيد هذيك بودور الشيا اللي مطحونه شويه بشويه وانا كنخلط. ضروري نتعاملوا معاه بشويه باش ما يطيحش لينا ابيض البيض. من بعد اما نديروه في قالب كبير او قوالب صغيره كيف ما درت انا، وصراحه جاني هكا احسن. ونقدروا نرشوا عليه شويه د البذور من الفوق. انا درت شويه د السنجلان وشويه ديال زريعه نوار الشمس، وغندخلوهم يطيبوا الفران على درجه حراره 180 درجه مده 10 ديال الدقائق. وها هو الخبز ديالنا بدون جلوتين، ساهل ماهل ودغيا كيوجد. وشوفوا ما تحقروش، راه صالح حتى للتغماس في زيت العود. وشوفوا ليا كيفاش كيبان مثقب وهشيش ومفشفش كيحمق. والزوينه انك تاكلي غير شويه وكيشبع. والحاجه المهمه انه صحي 100%. وما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا بغدا.